العظمه في انك تختاري السند اللي يشيل معاكي. مريم وغيرها دلوقتي في زمن الكل بيشجع على ان هي تكون قويه ومستغنيه وما تحتاجش الراجل، ونسيوا يقولوا لها ان احتياجها للراجل بجد ده مش رفاهيه، ده فطره من جواها. مين هي بقى المراه القويه اللي الناس كلها بتتكلم عنها؟ بس بجد المراه القويه مش اللي تكون مش محتاجه لحد، المراه القويه اللي بجد هي اللي فاهمه ومستوعبه انها تستحق راجل يكون سند ويكون امان ليها. عارفين المراه المسترجله، المرأة المستغنية، الأنثى اللي هي معتمدة على نفسها ومش محتاجة حاجة من حد، أقسم بالله من أضعف الناس اللي أنا بشوفها. شايفين الصورة الفيك اللي بيبقوا عاملينها؟ أنا قادرة، أنا أقدر أعيش من غير راجل، أنا مش عارفة إيه، أنا دي أضعف مما تتخيلوا. بيجوا في أي سيشن كده، بصي انا بوضح وبفضل ابين ان انا قويه وافضل ان انا اللي مسؤوله. الانثى بقى اول ما تبدا تشيل المسؤوليات اللي انتوا متخيلينها دي كلها في الدنيا ولوحدها، اعرف انها اتحولت لذكر 100%. انت عارفه العظمه في ايه؟ العظمه مش في انك تشيلي كل حاجه، العظمه في انك تختاري السند اللي يشيل معاكي. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على العلاقه ما بين الذكر والانثى هي مش علاقه بس موده ورحمه، لا، لتسكنوا اليها. يعني ايه لتسكنوا اليها؟ يعني تبقوا سكن لبعض.